مساكم مونديالي. هذه المشاهد اللي شفناها كانت من أروع اللقطات اللي انكتبت في التاريخ القريب لأسود الرافدين. في يومها شفنا شلون كل العراقيين احتفلوا مع المنتخب بعد التأهل إلى كأس العالم الحالي، وشفنا شلون الشوارع امتلأت بالأعلام وفرحة الناس وصلت لكل مكان. من أول الصبح كل الشعب طلع يحتفل بطريقة موحدة، والليلة على موعد مع التاريخ في مباراة منتخبنا مع النرويج. بس خليني بالبداية أذكركم بفرحة التأهل لكأس العالم. فرحة أبد ما تنسي، لكن إذا رجعنا بالزمن شوية، لا مو شوية، إذا رجعنا عقود من الزمن، حاولوا تتخيلون فرحة الناس أول مرة يسمعون بيها العراق وصل إلى كأس العالم. هناك كانت البداية، وهذه بداية القصة، وهناك الحلم اتحقق. خلينا نشوف. نفس الفرحة تقريبا اللي شفناها قبل شوية، لكن جيل 1986 واجه أسماء كبيرة بذاك الزمن، وجيل اليوم يستعد حتى يواجه فرنسا والنرويج والسنغال، يعني يواجه مبابي وهالاند وماني، أسماء يحفظها جمهور كرة القدم بكل مكان. لكن الشيء اللي ما تغير هو شعور اللاعب العراقي من يلبس قميص المنتخب، وشعور الجمهور من يشوف علم العراق بين أعلام العالم. ولهذا فتحنا غرفة الفار، مو حتى نراجع هدف ولا حتى نراجع قرار حكم، وإنما حتى نراجع حكاية كاملة، حكاية أول منتخب عراقي وصل إلى كأس العالم. أنا بدر السليطي، وهذا فار المونديال. بالبداية خليني أجرب وياكم تجربة صغيرة بدون ما تسأل تشات جي بي تي وبدون ما تسأل اللي يمك. منو اللي فاز بكأس العالم سنة 1986؟ يمكن البعض توقع البرازيل، والبعض راح إلى ألمانيا، وقسم أكبر راح للأرجنتين اللي هي فعلا أخذت اللقب. بس إذا أسأل سؤال ثاني عن نفس البطولة، منو سجل هدف العراق بكأس العالم؟ هذا الجواب يطلع أسرع حتى من التفكير، أحمد راضي الله يرحمه. بطولة كاملة شارك فيها أفضل لاعبي العالم، ولكن العراقيين احتفظوا منها بهدف واحد، وهاي اللقطة بعدها حاضرة وكأنها صارت البارحة.
عندنا فقرة سميناها فار الشارع، وهي ذكريات وآراء الناس عن بطولة كأس العالم. اليوم سألنا الناس شنو يتذكرون عن أول مونديال اللي هو سنة 1986 اللي شارك بها العراق، وعن توقعاتهم وحظوظ أسود الرافدين في مباراتهم الليلة أمام النرويج. خلينا نشوف آراء الناس. والله اتفائل بالخير ان شاء الله للمنتخب العراقي، واحنا هاي ثاني مره نصعد لكاس العالم، ان شاء الله خير. يعني نطلب من عندهم مبادرتهم قويه ولعبهم قوي، وان شاء الله نصعد بحيل الله. تتوقع يجيبون النتائج؟ اي طبعا ان شاء الله، وان شاء الله العراق متفائلين بكل الخير. تتوقع يحصلون نتائج زينه؟ جدا عاليه ان شاء الله. ان شاء الله. تتوقع يبرز من اللاعبين؟ ابراهيم بايش وايمن حسين. راح يلعبون زين؟ ان شاء الله هم هذول افضل شيء. والله هي اكيد يعني مباراه صعبه، كود انه المنتخب يعني ما يجاري النرويج والسنغال والفرنسا، بس ان شاء الله يعني نتوقع خير المنتخب، على الاقل تعادل يعني نصعد كافضل ثالث ان شاء الله. احنا صعدنا هم بالمكسيك ب 86، كان عندنا هدف واحد دور المجموعات. ايه حسين سعيد جول. لا احمد راضي. الله احمد راضي الله يرحمه. الله يرحمه. اي وهذا اللي يعرفه يعني ما اتذكر. مشاركه قويه يعني، حتى اذا خسرنا بها كانت نتيجه 1-0 امام المكسيك. صحيح امام بلجيكا. مضبوط، كانت 1-0 امام بلجيكا. ممكن انه نقدم فد اداء بمباراه واحده، مثلا نسرق تعادل هدف على السنغال ممكن، ترى السنغال مو فريق يعني عالمي، ما شارك صح هواي وعنده ابطال لواعيب ماني كوليبالي، بس ممكن يعني ممكن نفوز على السنغال، ممكن نتعادل ويا النرويج عادي. ان شاء الله ان شاء الله العراق يصعد. بس المباراه الاولى شو يبوق له جول ان شاء الله. اي ابو طبر ان شاء الله كله شيء ان شاء الله. بس لو يقعد بايش هي نفوز، ممكن اذا قاعد بايش ممكن نفوز. يعني انتم اهمكم بايش هسه؟ اي الجهه اليمنى طافيه والله. لا نتمنى الخير، بس هي مباراه صعبه حيل يعني احنا اذا جبنا التعادل فنعمه. ليش ما كنت افعل يعني؟ والله الخصم صعب يعني، احنا ما يعني شلون تقول نتمنى شيء كبير وبعدين نتحطم وهاي السؤال، فهي شغله صعبه يعني. ممكن يعني احنا دائما الطوبه هي تصدم الجماهير دائما. صحيح. فاحنا نقول ان شاء الله خير. ان شاء الله يقدمون ان شاء الله خير. شنو دعوتك للاعبين يعني راشد؟ والله اقول يعني هم يمثلون العراق والشعب العراقي، فقدموا احسن ما عندكم ان شاء الله. رغم صعوبة المواجهة والمجموعة، لكن الناس مثل ما شفنا عندهم أمل بتحقيق نتيجة إيجابية. وأيضا الشباب تذكروا هدف العراق بكأس العالم والمشاركة التاريخية. بصراحة إذا تسألني عن مونديال 86 أنا هم ما أتذكر كل التفاصيل، ولكن أكو شيئين بقوا في ذاكرتي من ذاك الزمن: هدف النجم أحمد راضي وهذه الأغنية. يمكن آلاف العراقيين مثل حالتي أول ما يسمعون هذا الصوت يرجعون مباشرة إلى ذيك الأيام. هذه الأغنية حضرنا له شموع وكيك بصوت الفنانة ربيعة البصراوية، واحدة من أشهر الأغاني الرياضية العراقية، مو لأنها حققت أرقام قياسية ولا لأنها انعرضت أكثر من غيرها، لكن لأنها ارتبطت بفرحة نادرة، فرحة اسمها العراق رايح إلى كأس العالم في المكسيك. لكن الوقت ما كان أكو فيسبوك ولا يوتيوب، ومع هذا وصلت الأغنية لكل مكان، بالمقاهي، بالسيارات، بالبيوت، ومن كاسيت الكاسيت، حتى صارت جزء من ذاكرة جيل كامل. ويمكن اليوم أكو ناس يحفظون كلمات الأغنية أكثر ما يحفظون نتائج مباريات المونديال نفسه. أكو شغلة ثانية لازم نتذكرها:
مو شلون لعب العراق أو شلون كان مستواه، ولكن شلون كانت الناس يشوفون المباريات. اليوم إذا علق البث أو النت 5 ثواني يمكن نضوج ونعصب، وإذا النت ضعف دقيقة نبدي ندور على شبكة ثانية إذا يعني كان ماكو شبكة. أما ذاك الوقت فالقصة كانت مختلفة تماما. إذا تريد تشوف مباراة أول شيء تسويه بذاك الوقت تصعد للسطح وتبدي تعدل الهوائي اللي هو الأريل، وواحد يصيح من الشباك هسه زين لو بعد، الثاني يرد لا بعد شويه ويقول له فره منا جيبه منا، ويحتارون بالاريل ويظل يفر بيه لحد ما تطلع الصوره، وغالبا تطلع الصوره تشوش، واحيانا تقضي وقت طويل بتعديل الهوائي اكثر من وقت المباراه نفسها. واذا مرت هويه قويه شويه يعني يروح كل التعب وترجع من البدايه. ماكو انترنت، ماكو موبايل، وماكو اشعارات، ولا اكو واحد قاعد بصفك يحرق عليك النتيجه. واذا تريد تعرف نتيجه المباراه تبقى تنتظر لحد نشره الاخبار، او تسمعها من واحد سمعها من واحد ثاني. يعني يمكن الصوره كانت تشوش احيانا، لكن الذكريات وصلت واضحه تماما. العراق وصل إلى كأس العالم. هاي الجملة اليوم تبين عادية، لكن ذاك الوقت بالثمانينات كانت أصعب جدا. كان أكو طريق طويل، مباريات صعبة، ومنتخبات كلها كانت تحلم بالمكان نفسه. سوريا والإمارات وكوريا الجنوبية محطات تخطاها منتخبنا وحدة ورا الثانية، إلى أن جاء اليوم المنتظر. اليوم اللي عرف به العراقيين أن أبناء الرافدين راح يكتبون أول صفحة بكأس العالم. لكن قبل ما نوصل للمكسيك خلونا نوقف شوية عند الذاكرة ومهمة الرجال اللي كتبوا أول صفحة عراقية بالمونديال. الله جول! الهدف الثاني على راس كريم علاوي، وشوف بنط كريم بيحطها بالزاويه. قراط من لاعب ثاني ويناول الى احمد راضي. احمد تحويله الى حسين سعيد. حسين سعيد حسين سعيد يسجل هدف التعادل للفريق العراقي. حسين سعيد الى خليل محمد علاوي. يضرب خليل محمد علاوي 40 مره مساويه. جول للعراق، جول للعراق، 3-1 للعراق. جول شوفه من بعيد، خليل جول للعراق العظيم، جول سوري. وباقي 15 دقيقه والكره مع حمودي كابتن الفريق. احمد راضي سيطر على الكره، ممتاز. احمد قدم داخل منتصف ملعب الفريق السوري، ناول الى شاكر ممتازه الى حسين سعيد. حسين يقدر يضرب من بعيد فوق بالمثلث. كانت لقطات وجيل ذهبي فعلا، وصوت المعلق يعني حد ذاته هو صوت خالد في التعليق الرياضي العراقي. ومن هاي اللحظات وصل أبناء الرافدين إلى المكسيك وصار عنده تسجيل دخول في كأس العالم. المفارقة أن كثير من الناس ما يعرفون أن أحمد راضي سجل هدفين بكأس العالم، مو هدف واحد، هدفين. القصة بدأت بأول مباراة للعراق بالمونديال أمام البرغواي. الكرة ارتفعت داخل منطقة الجزاء والكل عينه على الشباك ورأسية أحمد راضي، لكن صافرة الحكم انطلقت مع دخول الكرة إلى الشباك. هدف مو هدف، الحكم كان عنده رأي والجماهير عندها رأي ثاني، وصار واحد من أشهر المشاهد بتاريخ الكرة العراقية. الملفت أن منتخبنا كان لابس اللون الأصفر، وكان أول وآخر مرة يلبس هذا اللون. خلينا نشوف الهدف. El señor de negro, se le puede complicar el partido. Hussein Mohamed, el disparo y Fernández que vuela.
Fernández metió el puño a última hora cuando ese balonazo llevaba malas noticias en la repetición. Vea usted con qué elegancia y con qué precisión Roberto el Gato Fernández ya sobre el tiempo controlaba ese disparo y de nuevo Fernández y la portería desguarnecida cuando el referee indica que esto estaba terminando. 45 minutos habían terminado ya cuando la pelota iba en el aire. Allí terminó el partido y si la pelota entró no importaba porque el tiempo ya había expirado. Así que el referee termina aquí este primer tiempo con una jugada que no es aceptada por parte de los jugadores. والله هدف قانوني ما بيشي. هذا الهدف تحدث عنه النجم الراحل أحمد راضي ووصف قرار الحكم بأنه تصرف سيء حرمه من تاريخ، وأكد أن لاعبي الفريقين ما سمعوا الصافرة أصلا داخل الملعب بسبب الأجواء. خلينا نسمع أبو فيصل شنو قال قبل سنوات. واصلا الفريقين ما كنا سامعين الصفاره بحيث من لعبه ضربه الركنيه. نعم. والحكم صفر وهي بالجو، يعني المفروض كان يخليها تكمل الحاله وتنتهي وبعدين يصفر. فكنا تفاجئنا انه احنا لما صفر، وانا من سجلت الهدف الحقيقه ركضت يعني دا افرح بالهدف. نعم بس صحيح. بعدين تفاجأت انه الحكم يأشر انه يعني انتهى الشوط الاول. تصرف سيء من الحكم حرمني من تاريخ يعني كبير، انه خلال 3 مباريات انه اسجل هدفين، يعني شيء هذا يعني يعتبر انجاز كبير. وبعد أيام قليلة إجا الموعد اللي ما نسى أي عراقي. العراق أمام بلجيكا، منتخب قوي وصل بعدين إلى الأدوار النهائية في كأس العالم في وقتها، لكن العراقيين ما يتذكرون أي معلومة من ذاك المونديال، يتذكرون شيء ثاني، هدف أحمد راضي، الهدف العراقي الأشهر بتاريخ كأس العالم. أيضا كثير يعني ملفت للنظر أن أشهر هدف بتاريخ العراق بكأس العالم ما إجا بالقميص الأخضر ولا بالقميص الأبيض، إجا بدريس أزرق فاتح اللون، ظهر به المنتخب بأول وآخر مرة في تاريخه. ولهذا نشوف الهدف اليوم إحنا أكثر ما هو بالذاكرة العراقية، إنما في ذاك الوقت نشوف لحظة كاملة رجعت من الزمن ثاني وظلت بذاكرة العراقيين. خلينا نشوف الهدف بصوت المعلق الراحل مؤيد البدري. هذا هو الهدف اللي حفظه كل العراقيين أكثر من نتائج كأس العالم نفسها، لكن أكو شغلة ثانية تستحق الملاحظة والتوقف عندها، مو الهدف وإنما الاحتفال. اليوم من لاعب يسجل هدف يمكن يركض نص الملعب أو يمكن يطفر على الحواجز وغيره يقمز فوق الإعلانات، أما أحمد راضي الله يرحمه فسجل هدف العراق بكأس العالم وبعدين لا طفر على الحواجز ولا قمز ولا سوى السي، وإنما فرح ورفع ايده ورجع طبيعي. ويمكن لهذا السبب بقت اللقطة قريبة من الناس إلى اليوم لأنها تشبه صاحبها، هادئ واثق وبعيد عن الضجيج. وأكو مفارقة جميلة بهاي القصة، الرجل اللي دخل الهدف في مرماه ما نسى أحمد راضي حارس مرمى بلجيكا في هذيك السنة، سنة 1986 اللي هو جان ماري فاف، واحد من أشهر حراس المرمى بذاك الوقت. مرت سنوات طويلة وانتهت المباراة، تبدلت الأجيال، ولكن لما رحل النجم الكبير أحمد راضي طلع فاف برسالة مؤثرة وقال: أحمد سيبقى في القلب. Veel ongeloof kan ik het niet geloven dat
onze vriend Ahmed gestorven is. Zo'n groot voorbeeld in de sportwereld. Zoveel van zijn familie houden. Het was een heel groot voorbeeld voor de jeugd. En hij was ook voor Arabië een groot voorbeeld. Ik ben heel fier dat ik tegen hem gespeeld heb. En als ik dit nieuws hoorde, krijg ik nog altijd kippenvlees. En heb ik zo'n gevoel van, dat kan niet. Wat kan die corona ons allemaal aandoen? Hè? En zeker als men van iemand houdt en men verliest die op zo'n korte tijd. En zo jong nog, 56. Ik heb ook mijn papa verloren. Hij was 51 jaar. Hij was 2 jaar ziek. Er bleven 9 kinderen achter. Ik zou graag mijn innige deelneming namens mijn familie Pfaff betuigen naar jullie toe, naar uw kinderen toe. Ik zou jullie veel sterkte wensen en houd de moed erin. En Allah heeft het zo gewild. Het is niet zo, maar laat ons sterk blijven en het leven gaat voor. En nogmaals, ik denk in mijn hart, ik ben mijn hart met. شوفوا شلون كرة القدم أحيانا تبدأ بهدف وتنتهي بوفاء، وهذا يمكن أجمل من النتيجة نفسها. من المكسيك سنة 1986 إلى أمريكا سنة 2026 ترجع الرحلة من جديد. قبل 40 سنة كان العراقي يحلم يشوف علم العراق بكأس العالم، واليوم العراقي يحلم يشوف العراق ينافس بالمونديال. عندنا مقارنة بسيطة بين الفريقين، عندنا صورة راح نشوفها للمنتخبين مثل ما نشوف. هذه يعني الصورة لها طبعا مقارنة بين الفريقين في الجيل القديم والجيل اللي يلعب حاليا بكأس العالم. كان أيضا حارس المرمى بهذاك الجيل الحارس وقائد الفريق رعد حمودي، حاليا موجود جلال حسن. هل تعتقدون ممكن أنه نفس المقارنة، هل جلال حسن ياخذ نفس الدور مع الجيل الحالي مثل ما كان رعد حمودي؟ بالدفاع اكو لاعب الخصم يحس المنطقة كلها تنسد عليه إذا كان قدامه. برأيكم آكام هاشم يقدر يكون يعني بنفس موقف ومركز اللي يلعب به حاليا، اللي كان يلعب به عفوا ناظم شاكر داخل الملعب؟ ايضا الظهير الايسر كان النجم غانم عريبي ب 86. حاليا هذا الموضوع هو موضوع مرخاز دوسكي. هل تشوفون بنفس الصفات عند عريبي؟ امير العماري اليوم هل يذكرنا بلاعب الارتكاز اللي كان يمثله ناطق هاشم؟ ومنو اللاعب اللي ممكن يعني يغير الاتجاهات باللعب بلمسه مثل حارس محمد؟ البعض يشوف يعني اللي يشوف بهذا المركز ممكن يكون مثلا زيدان قبال قريب من هذا النموذج. انتم شنو رايكم؟ ومو كل مهاجم ايضا يقدر ينافس ويقاس بعدد الاهداف فقط، اكو مهاجم يتلاعب بالدفاع بحركه مستمره مثل حسين سعيد هداف المنتخب. هل ميمي مهند علي اليوم يؤدي دور يشبه الدور اللي كان يقدمه حسين سعيد؟ وهسه ايضا نتكلم عن اكثر المراكز مهمه عند الناس وعند الجماهير. المقارنه راح تكون وهي ممكن تثير الجدل. احمد راضي الله يرحمه اسم محفور بتاريخ الكره العراقيه. قابيل اليوم ايمن حسين هو اللي صار من اهم هدافي الجيل. هل تشوفون اكو تشابه بين الاثنين داخل المنطقه في منطقه الجزاء بالتحديد؟ اكيد ماكو لاعب نسخه من لاعب ولا جيل نسخه من جيل ثاني او يتكرر مره اخرى، لكن كره القدم دائما تحب تعيد بعض التفاصيل باشكال جديده. اليوم السؤال لكم، من اللاعب الحالي اللي تشوفه الاقرب الى نجوم مونديال 86؟ خلونا ندخل أجواء المونديال حالياً. أكثر شيء اللي هو متصدر الترند بين الجماهير العراقية هالأيام فيديوهات بوسطن الأمريكية، ومن بين يعني كثير من الفيديوهات وين ما تلتفت تشوف علم عراقي وهوسات وأغاني وتشجيع وكأنك مو بأمريكا.
لأن الوضع يشبه أجواء البصرة بالخليجي، وحماس كبير قبل مباراة مصيرية، جماهير جاية من ولايات وحتى يمكن بلدان مختلفة، ناس سافرت ساعات طويلة بس حتى تكون موجودة مع المنتخب الوطني. أول هذه المشاهد كانت والد اللاعب في منتخبنا الوطني ميرخاز دوسكي وهو في أمريكا وجه سلام لجميع العراقيين من كردستان إلى البصرة. خلينا نشوف شنو قال. توقعاتك للمنتخب العراقي كم؟ إن شاء الله منتخب العراقي مع النرويج إن شاء الله 1-0. آخر مرة متى سجل جول ولدك؟ ابني سجلت الهدف ضد اسبانيا. ضد من؟ ايه صار تعادل. ضد اسبانيا. مع اسبانيا ميرخاز هدف عالمي سويت هو. ما شاء الله. صار كتبت بالتاريخ هاي. سلامي من امريكا للجميع العراقيين من كردستان للبصره، ان شاء الله نجيب الكاس معانا للبصره ونسوي حفله كل العراقيين فرحانين ان شاء الله. والله يا أبو ميرخاس أتمنى كلامك يتحقق، وأنا عندي إحساس منتخبنا يفاجئنا بنتيجة طيبة ضد النرويج، بس ما ناخذ كاس العالم للبصرة هاي شوية وأكبر. طبعا الجماهير العراقية مخلين منتخب النرويج بكفة وهالاند بكفة ثانية، بحيث كل ما ينزل منشور يستلمونه بالتعليقات، وبأمريكا قابلوه وجهوا له رسالة بالهوسات. خلينا نشوف. باي باي هالاند. اوت. والله يمكن هالاند يمكن يقدر يواجه أقوى اللاعبين بالعالم، بس صعب يواجه جماهير العراق. من أجمل أيضا الفيديوهات اللي انتشرت هي التجمعات العراقية اللي انتشرت بقوة على السوشيال ميديا، مشاهد الجماهير وهي تهتف باسم العراق في شوارع بوسطن وترفع الأعلام بكل حماس. يا رب هاي الفرحة دوم ونحقق نتيجة إيجابية. خلال 40 سنة تغيرت أشياء كثيرة، تغيرت وجوه، تغيرت ملاعب، وتغيرت طريقة المشاهدة، من هوائي فوق سطح الأريل إلى هاتف نقال وينقلك إلى أي مباراة بأي لحظة. تغيرت القمصان، تغيرت أسماء النجوم، تغيرت أجيال، لكن أكو شيء واحد ما تغير، حلم العراق بكأس العالم. هناك في المكسيك بدأت الحكاية، واليوم في أمريكا ترجع من جديد. مو مهم المنتخب يفوز أو يخسر، أتمنى نشوف أداء يليق باسم العراق، وكل لاعب يقدم كل طاقته حتى يدخل تاريخ مثل ما صار مع أحمد راضي وبقية النجوم. أنا بدر السليطي، وأشوفكم بحلقة جديدة من فار المونديال. شكرا لكم، مع السلامة.